نشارك معك توضيح الفورمة، وانا متأكد ما عمرك شفت بحال هاد المحتوى اللي كتلاحظ قدامك. لهذا ما تبخلش عنا بواحد المتابعة، لايك وواحد الكومنتير، وتابع معايا كيفاش كتصايب الفورمة اللي اول مرة غتشوف هاد الفيديو، اللي ما غاديش يقدر شي واحد يوضح ليك هاد التوضيح بهاد الطريقة البسيطة اللي غتستافد منه. حيت بزاف الناس كاينين في بلايص بعاد يقدر يعرف كيفاش يديباني راسو، ما كاينش المعلم. انا كنتعامل مع ناس وكيصيبوا صعوبات باش يوصلوا عندي، داكشي علاش مزيان بارطاجي هاد المحتوى. كتبارطاجي واحد محتوى حقيقي، تصوير عادي بدون مونتاج، تستافد منه بطريقة بسيطة. مغاديش نقولك راه غادي تصايب بحال هاد الفورمة، ولكن تقدر انت تكون عندك هاد الفورمة ويوقع لك فيها الباراسيون وتعرف كيفاش تتعامل معها. تكون عندك واحد الفكرة في العقل ديالك بسيطة غادي تقدر تخدم عليها وتديباني ديك الفورمة، باش ما توصل نتا لعند المعلم وتشد النوبة واحد المدة. إذا غتصايب الكلية ديالك غتقدر نتا ديباني راسك بطريقة بسيطة وسهلة. وانا متأكد بانه هاد الفيديو راه نتا اول مرة كتشاهدو، وحتى شي واحد ما يعطيكش هاد الفكرة بسيطة اللي غتستافد منها وبهاد الطريقة بسيطة. والفورمة هي الاساس ديال الكلية، اذا كانت مخدومة مزيانة ومعبورة والعنق نتا البلاصة هي اللي مهمة، كتكون في العنق ديال العود تقدر تجرحو. إلا عوجتها بواحد شوية ولا غتقدر تجرح العود. كما كتشوفو الفورمة ديالنا تخيطات وجدات. بارطاجي. تحياتي جميع الإخوة اللي كيتابعوا هذا المحتوى، لكم الاحترام والتقدير، وأي معلومة مرحبا. اللي مهتم خلي لي كومنتير، أي معلومة توصلك مجانية وبدون مقابل. وشكرا بزاف للمتتبعين الأوفياء، لكم الاحترام والتقدير. واللي كيشاهد الفيديو كيمشي في حالو تا هو شكرا له وراه عارفو.